كلمة لاتحاد الكورة ورئيسه هاني أبو ريدة، اللي ما بيهموش حد غير هاني أبو ريدة بس. يعني هاني أبو ريدة ما بيهموش حد غير هاني أبو ريدة، ويخاف من الأهلي ولجانه وجيم جيم وكابتن تيتو بتاعهم. يا اتحاد كورة يا عار، اتحاد كورة يا اللي ما تعرفش الحق، اتحاد الكورة يا اللي ما تعرفش كلمة العدل. اتحاد كورة كله نفاق. لما يكون في لاعب يخل بالتعاقد بتاعه مع النادي بتاعه وما يروحش تدريبات ولا يروح تحقيق ويبعت بلاغات في النادي اللي عمله، النادي اللي شهره، النادي اللي خيره عليه هو وابوه وامه وعيلته ومراته وبيته، وانت ما تاخدش موقف من اللاعب ده، تبقى انت اتحاد عار، يبقى انت اتحاد كرة فاشل، يبقى انت اتحاد كرة جبان وخواف. لما يكون في لاعب تبقى عايز تأجل له او تلعب كاس مصر قبل يوم 9 عشان يروح النادي المنافس عشان يلعب في كاس العالم للأندية، عشان انت خايف منه ومن جمهوره ومن رئيسه ومن لجانه الإلكترونية، يبقى انت اتحاد كرة جبان، يبقى انت اتحاد كرة منافق. لان لو حصل الكلام دوت مع النادي ده وحصل نفس الموضوع دوت، بس الاختلاف بس في الأندية من ده لده، والله لكنت وقفت اللعيب دوت تاني يوم، والله كنت وقفته تاني يوم. بس انت اتحاد كرة جبان ورئيسه جبان واعضائه جبنه. انتوا لا تستحقوا اللي انتوا تقعدوا او تمشوا من جنب بس صورة اتحاد الكوره. والله عيب عليكم، عيب عليكم لما يكون في لاعب هربان من النادي بتاعه، ما بيروحش تدريبات ولا تحقيقات ولا بيشارك في مطوشه، وفي الاخر تحاولوا اللي انتوا تستفوا نهائي كاس مصر والدوري علشان هو يروح كاس العالم للأندية. هاني أبو ريدة، انت انا مش عايز اقول كلام، بس يعني انت اجبن واحد انا شفته في حياتي. فعلا انت جبان، انت ما تعرفش معنى العدل. كلكم في اتحاد الكوره لا تعرفوا عدل ولا تعرفوا حد حق، وكلكم بتخافوا، كلكم بتخافوا، ما فيش حد فيكم ما بيخافش. وانت يا جبان يا اللي كنت في النادي، والنادي اللي عملك وشهرك، والنادي اللي عرفك يعني ايه تسكن في زايد دلوقتي، النادي اللي اداك فلوس عشان تروح تسكن في زايد. انت كنت اخرك المنيا، طبعا مع احترامي للمنيا، بس هو كان يعني في حواري المنيا، كان حافي، كان بيتمرن وهو حافي، لحد ما ابوه راح للكابتن طارق السيد وقال له تعالى شوف ابني كويس، والكابتن طارق السيد هو اللي وصله لنادي الزمالك. انت كنت قاعد 8 شهور انت وابوك بتلحسوا تراب الانديه عشان بس حد يأيدكم وتلعبوا ويلعب ابنك. انتوا اجبن واحقر بني ادمين انا شفتها في حياتي. انا مش زعلان عشان انت رحت الاهلي بالطريقه دي، لا 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 لا، انا زعلان عشان انت ايه الاصل، انا زعلان علشان انت عضيت الايد اللي اتمدت لك. لما انا يكون خيري على واحد والاقي الشخص دوت يجي ويفضل يقول فيا ما ليس فيا، هو ده اللي انا ازعل من الموقف ده. انما انت كشخص، انت يعني في مزبلة التاريخ، انت في المزبلة. وكلمة مني، والله كلمة مني هيت، انت مش هتنجح في النادي ده. انت هتبقى عامل زي المستيكة اللي اول ما واحد ياكلها كده هوت ياخد حلاوتها فيزهق منها فيقوم يرميها. انت هتبقى كده اهو، هياخدوا حلاوتك سنة سنتين بعد كده يرموك، عشان انت جريت ورا الفلوس وما عملتش حساب لأي حاجة.
النادي اللي عملك، والنادي اللي شهرك، والنادي اللي اداك فلوس، واللي ركبك عربيه بورش، واللي خلاك تاخد فيلا في الشيخ زايد، واللي خلى ابوك يلبس بدله ويتنك. دي فلوس الزمالك. بس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتندم ندم، بس هيكون الوقت كان فات خلاص. انت لعيب احقر، يعني شخصيه حقيره. فعلا انت شخصيه حقيره. انا مش قادر اقول حاجه، يعني انا ماسك نفسي بالعافيه، بس انت شخصيه يعني احقر من كده. انا مفيش، ما شفتش واحد يعني بيعض الايد اللي اتمدت له بالطريقه دي. انت بني ادم قليل الاصل قوي 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 قوي. انت قليل اصل قوي. وعلى العموم هتندم، وهتندم ندم جامد قوي، وانت تلاقيك دلوقتي بتندم، بس انت بتكابر. ويا اتحاد يا كوره، لما يكون اللاعب هربان من ناديه اللي انت المفروض النادي ده بينتمي ليك انت، مش اللاعب اللي بينتمي ليك، لا النادي هو اللي بينتمي ليك انت، المفروض توقفه. لان الكلام ده لو كان حصل مع النادي الاهلي كنت وقفت اللعيب ده تاني يوم.